السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هنعمل الكشري المصراوي، هعمله كله في حله واحده. هجيب العدس بجبه، انا نقيته يا جماعه وهزيته كده، كان فيه رمل نزل يعني وكده. وهغسله كويس، وبعدين انقعه في الميه ديت لمده ساعتين او ساعه حسب وقتك يعني. بصوا يا جماعة، لازم يتغسل كويس، بيبقى في حاجات فوق الوش يعني، واحدة حلباية، واحدة لوبيا، أي حاجة من دي. لازم بيتنقى ويتغسل كويس يعني. سيبته بقى يتنقع حوالي ساعة أو ساعتين على حسب وقتك. وجبت البصل، أنا عاملة كمية بصل شوية صغيرين يعني. كل مرة بحط عليهم دقيق ونشا. أنا المرة دي حطيت عليهم خل، هدعكه بالخل كده شوية، وهسيبه يعني حوالي بردك مش هيكمل 5 دقايق يعني، عبال الزيت ما يسخن. اهو يا جماعه، بصوا جميل جدا اهو، شكله جميل. بصل ابيض بقى، بصل احمر مش هي عادي يعني. حطيت الزيت على النار، حطيت كميه كويسه عشان هشتغل بيها كل الكشري. حطيت زي البطاطس كده يا جماعه، انا بحمره زي البطاطس، مش بحطه كله مره واحده، لا بحط حبه بحبه كاني بعمل بطاطس. واللون اللي انت عايزاه قبليه بسنه تطلعيه علشان هو بيغمق كمان شويه. لما بيطلع بره يعني بيغمق كمان شويه. هطلع دوت واحط بداله حبه يعني. خدت بقى حبه من الزيت، مقدار من الزيت اللي انا محمره فيه البصل، هحمر فيه الشعريه. انا قلت يا جماعه ان انا هعمل كله في حله واحده. وحطيت حبه ملح عشان اوحد اللون. لما تحطي للشعريه او لسان العصفور وانت بتحمريه، او الرز وانت بتحمريه، حبه ملح بيوحد لك اللون، ما تبقاش واحده غامقه او واحده فاتحه. بصوا يا جماعه، هي كلها كده. وبعدين حطيت الرز الكميه اللي انت عايزاها يا جماعه. انا حطيت هنا كوبايه شعريه، وحطيت كوبايتين رز او كوبايتين ناقصين شويه. قلبت المكونات دي كلها مع بعضها. لازم الرزايه تتسمخ كده من الزيت يعني، تشرب من الزيت كده مع المكرونه. وبعدين العدس اللي انا نقعاه بردك حطيته. بصوا، واحده كبرت اهي بقت حلوه. آه، بردك اسمره، اقلبه تقليبتين حلوين يعني كده محترمين. وبعدين حطيت المكرونه. هقلب بردك المكرونه مع العدس مع الرز مع المكرونه مع المكرونه الشعريه. اديها تقليبه حلوه كده، احط عليها حبه ملح وحبه كمون. لما خلصتها يعني من التقليب وكده، وبغلي ميه علشان احطها فوقها. ما تحطيش ميه ساقعه علشان ما يعجونش، حطي ميه بتغلي. يتغطى دوت من غير مقدار كده ولا حاجه يا جماعه، يتغطى. اغطي الرز والمكرونه يا دوبك يتغطى كده كده، لسه مرضك لسه عايز ميه، حبه ميه كمان. اهو كده كده تمام. لو عايزه تحطي بردك ممكن تغطيه ميه. وبعدين تيجي حاطه المكرونه، وتسيبيه شويه كده هو ان يتهوى. وبعدين توطي وتغطي عليه، تغطي عليه وتوطي النار يعني شويه، تهدي النار. اهو زودت كمان حبه ميه علشان لقيت المكرونه عايمه كده فوق. بردك لما يستوي، لو انت لقيتيه محتاج حبه ميه، زي ما برشرش الرز كده حبه ميه، لو هو محتاج يعني، احسن ما تحطي كميه كبيره ويعجون. اهو بصوا يا جماعه ختم ازاي جميل كده. اقلبه تقليبه وهدي النار عليه، واحطه يعني اهدي النار عليه جامد يعني كده، واغطيه واسيبه بقى يطيب براحته عبال انا ما اخلص بقيه الحاجه. اهو بسم الله ما شاء الله جميل اهو. تغطي عليه وخلاص وسيبيه. هجيب بقى هعمل الصلصة بتاعت الكشري. جبت حبة توم كده كويسين محترمين كده عشان انا هعمل صلصة كتير. وخدت حبة زيت وهحمر التومة، بس مش هخليها يعني، يا دوبك تبقى صفرة كده. وهقلبها حلو يعني وكده، بس عشان الجناب ما تبقاش حتة يعني متحمرة وحتة لا. وخلاص كده. واحط الطماطم ديت عندي في الفريزر. الطماطم ب 12 جنيه، فانا قلت اجيب الطماطم اللي من عندي دي من الفريزر، من اللي انا مفرزاها دي، متصفيه ومحطوط عليها سكر وهي بتطيب وجاهزه يعني. حطيت عليها حبه كزبره وحبه كمون، وهسيبها، وحبه ملح، ظبطت الملح بتاعها وسيبها تغلي شويه يعني، تاخد وتدي مع نفسها كده. هعمل الدقة بتاعت الكشري. حطيت ليمونة كبيرة، وحطيت
يعني ربع كوباية خل وربع كوباية مية، وحطيت شطة وكمون وكزبرة، شطة وكمون بس، حطيت شطة وكمون، يبقى ملح وشطة وكمون وخل ومية. بصوا يا جماعة الكشري عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال، مفرفر ازاي يا جماعة، يعني حلو جميل اهوت، مش محتاج حاجة. انا مهدية عليه النار، بيطيب بقى، يكمل طيابه على البخار اهو. بصوا يا جماعه جميل جدا. ادي الصلصه بردك بتاعه الكشري كمان تمام اهي، حلوه. لو عايزه ملح بقى ظبطي ملحها، عايزه حبه خل حط لها حبه خل وخلاص. هعمل كبده. جبت بردك حبه زيت اللي باقيين، حطيت كبده، وحطيت دقه فلفل اخضر وتوم، وهقلبها كده كويس، وهحط فيها نص ليمونه. متعوده دايما احط مع الكبده، بحط معاها كده نص ليمونه، وهقلبها حلو. واسيبها بقى تستوي على النار، وبعدين بظبط لها بقى الملح والكمون والكزبره، واحط لها حبه خل اهي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله اهي. هسيبها بردك تكمل سواها لحد بردك ايه ما اشوف هعمل حاجه تانية. اقلب الرز، اقلب الكشري، ابص على الصلصه، يعني اشوف الحاجه، اغسل معون او اي حاجه، وهي الحاجه ديت بعملها وانا شغال اهو. حطيت كزبره ناشفه وحبه كمون، وحطيت حبه خل كده اخر حاجه كده يا جماعه، يعني كده يا دوبك تقليبه كده وخلاص كده الكبده خلصت. هعمل بقى حبه صلصه حراقه جامد كده. حطيت حبة زيت ومعلقة شطة، ويعني انا ملحقتش اقلبها، لان بصوا يا جماعة يعني احنا قلبناها ومشينا سبتها، وبعدين جيت جاية حاطه لها معلقة الصلصة، لان الدنيا كانت قعدنا نكح بقى على حبة الشطة دي حراقة جدا. اه حطيت معلقتين دمة صلصة وخلاص يعني. كده الاكل تمام معانا يعني. ادي الدقه والصلصه الحراقه والصلصه البارده شويه، وادي طبق الكشري في منتهى الجمال. يا رب يا جماعه وصفتي تكون عجبتكم وتكون سهله، ويعني تجربوا تعملوها، يعني هي سهله وجميله يعني، وفي حله واحده، والمواعين كانت شويه صغيره. يلا بسم الله ما شاء الله اهي جميله، والسلام عليكم ورحمه الله.